وكما ذكرت يعني ما شاء الله الحمد لله على ذلك كلهم شباب، كلهم اطر يعني لجهه سوس مصدرة، كلهم اطر يسعون لخدمه الصالح، يسعون لنشر ثقافه التسامح، لنشر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، لنشر تعاليم رسولنا المصطفى المختار قدام طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاليم العارف بالله سيدي حمزه القدير البوتشيشي اكرم الله وجهه. كما ايضا الفضل في ذلك يعود كما ذكرت لنضال وايضا العمل الكبير الذي يقوم به القائمون على الزاويه القديره البوتشيشيه بمدينه اكادير بجهه سوس مصدرة، والشكر الخالص للاب الروحي وايضا المناضل الكبير والرجل الذي افنى الوقت الكبير والمال وكل شيء من اجل اسعاد هذه الامه ومن اجل ايضا المساهمه في هذه النبته الصالحه. فاريد اعزائي ان تصفقوا ايضا اليوم، لان ما عمر كانت عندنا فرصه اننا نشكروا هذه الناس، لان كنحسوا بالعمل الكبير ديالهم وبالاثر ديالهم عند المجتمع بالعمل الخيري وبالعمل الانساني الكبير. نحس في كل كلامهم، في كل يعني لحظات نعيشها معهم. اليوم إن قمتم بزيارة الزاوية القديرة البوتشيشية، معنا اليوم فريق يؤدي المديح والسماع أكرمهم الله، معنا اليوم يعني الفقهاء ديالنا، لكن هناك فريق آخر ما زال منشغلا في هذه الساعة اللي كنهضروا فيها من أجل إعداد وجبات السحور، من أجل إطعام يعني المعوزين والفقراء والطلبة، من أجل مد يد المساعدة والدعم المادي المعنوي لكل من يستحق ذلك. فبغيتكم أنكم تصفقوا بحرارة الله يخليكم. على مقدم الزاوية والأب الروحي وبطبيعة الحال الرجل الذي أعطى الشيء الكثير من وقته والذي ساهم بشكل كبير في نشر ثقافة هذه الزاوية وهذه التربية، سيدي وأستاذنا والفقيه ديالنا الأستاذ سيدي سعيد. يعني يحمد درس ثقتكم يعني بطبيعة الحال وكل